سؤال عمال يتكرر اليومين دول. أنا عملت حاجة غلط؟ يتكرر. ايه الفرق بين داعش في العهد القديم وداعش اللي بيقتلوا الناس دلوقتي، وكان امر ربنا بقتل بعض الوثنيين في العهد القديم؟ الحقيقه الفرق ضخم جدا، بس الناس ايه بتقلب الموازين. ربنا لم يأمر بهلاك انسان او بإبادة شعب بريء. الله حين امر بإبادة شعب، الشعب ده كان زي داعش. فاهمين الفرق؟ يعني ربنا النهارده لو حكم على داعش بالإبادة، حد فيكم هيزعل؟ لأنه هم فقدوا إنسانيتهم، ما بقوش بشر طبيعيين. فلما يكونوا ناس عايشة زي الحيوانات المفترسة وبعدين تباد بأي درجة، محدش يقدر يقول ربنا قاسي، لأنه لازم يكون في عدل في الآخر. ولو ربنا ما كانش عادل، الناس تزعل من ربنا، تقول له ساكت ليه؟ طيب احنا دلوقتي بنقول له انت ساكت ليه؟ فإذا في العهد القديم ببساطة كان ربنا يستنى 100 200 300 سنة على شعب همجي بيقتلوا بعض وبيقتلوا كل الناس وبيموتوا عيالهم، بيذبحوا عيالهم وبيحرقوهم، فهم مش طبيعيين. وبعدين يجيب قرار إبادة بقى طوفان، إبادة نار وكبريت زي سدوم وعمورة، إبادة على يد شعب آخر، يعني اسمها إبادة. ليه؟ لأنه كفاية عليهم كده. هل القرار ده تهمة في حق ربنا إنه قاسي؟ حاشا. قاسي لو عمل كده في شعوب طبيعية أو في بشر عادي أو في ناس طبيعية. طبعا لما تيجوا في حته الستات والاطفال، برضه خلي بالكم ان التلوث الفكري بيصيب كل المجتمع. يعني الستات نفسهم دول ما هماش طبيعيين برضه، يعني ما عندهمش توازن وبيمارسوا كل حاجه غلط. والستات بترقص مع الرجاله وهي بتولع في ولادها. تخيلوا، دي حاجه مش في عالم الحيوان حتى. فطبعا الستات دول لما يحصل لهم إبادة، ما هم كده عبدة الشيطان. فإحنا النهارده بنبص لها بعد 3000 سنة إن دي قسوة من ربنا. أنت ما حضرتش المنظر عشان تشوف. لو حضرت المنظر هتقول له كتر خيرك يا رب، لأن الناس دول ما ينفعش يعيشوا أكثر من كده. معلش خلينا الكلام اللي يفيد كل الناس. سؤال: wife and husband are separated and they have kids. The husband is living outside in Rome because the wife cannot live with him under the same roof. Family has got involved and the priest and the bishop what you advise they should do for the importance of their children to get back together again. Now the family is taking side, some of the husband and some of the wife, that should be done. اوكي، يعني بصوا المشاكل الزوجية اللي بتوصل لسيبريشن محتاجة توبة. علاج أي بيت خربان هو التوبة. لو الإنسان خاف ربنا واعتبر إنه ممكن يموت في أي لحظة ويقف قدام ربنا، في حاجات كتيرة هتتصلح لوحدها. التوبة هي الحل. هنفضل نحايل الراجل ونقول له مراتك كويسة ونيجي للست تقول لها احترمي جوزك، هيفضلوا بقى يتدلعوا علينا، أنا مش طايقاه، دي ست مش عارف إيه. بصوا الكلام ده أختي كلام خيبان لغاية ما يشوفوا نار جهنم قصاد عينيهم. كانوا هيستحملوا أي حاجة. فضلكم لو في أطفال مراعي يدخلوا شكرا لهم لو سمحت عشان نعرف لو سمحت معاه طفل يراعي ان الكبار مش هيعرفوا يركزوا، يرد عليا لو سمحت من فضلك
شكرا. التوبة كمان تحتاج إلى إرشاد أب الاعتراف. في حالات معينة فعلا أب الاعتراف وبحكمة الرعاية بيجد أن السيباريشن أحيانا يكون الحل المناسب الوحيد لبعض الحالات، لأنه يعني لو عاشوا مع بعض الخسائر أكتر. بس دي حاجة very exceptional، ما ينفعش إن إحنا نعممها ونكتر منها. الطبيعي إن المحبة تحتمل كل شيء. المحبة لا تحتد، المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تظن السوء. طب اللي يمشي مع الكلام ده هيعيش طبعا مع أي حد وهيحتمل الظروف وهيتكيف. طبعا الولاد خسرانين مع صراع أي والدين، الشباب والأطفال خسرانين. المفروض إن ده لوحده جرس إنذار لأي أب وأم إن عيالكم هيدفعوا ثمن. النهارده بنشوف شباب مش عاوز يتجوز خالص. ليه؟ معقد من اللي شافه. أو يطلع واحد مجنون بيتعالج من اكتئاب بقية عمره. ليه؟ من اللي شافوه في بيته. طب مش حرام عليكم أولادكم تعذبوهم عشان كل واحد يبحث عن كرامته؟ ببساطة التواضع والمحبة يعالجوا أي مشكلة. لو الإنسان كان متواضع وجه على نفسه هيحتمل اللي معاه وهيمشي. لو عنده محبة وإنكار نفسي، يعني بيبدل الآخر على نفسه، مشاكل كثيرة تخلص على خير. برضه هرجع وأقول الحكم هنا أبونا أو الكنيسة، لأنها بتقدر تبص بحكمة الكفر ده بالذات أو الكيس دي ممكن يتعمل فيها. نقدر نتعامل بالإجابة. What do you advise when the grandparents are always fighting with their son and daughter? They have favorite grandkids. It is not good for the other grandkids. برضه رسالة للجدود والجدات. أرجوكم وصيتين. احترموا أن أولادكم بقوا آباء وأمهات، ما تكسروش كلامهم. لو أنت جده ما ينفعش تقول لحفيدك ما معناه أبوك ده ما بيفهمش. أنت بوظته خالص كده، ضيعت مستقبله. ما ينفعش، حتى لو ابنك كأب بيقول كلام مش عاجبك لازم تسكت. لأنه أفضل من تلبس الحفيد إنه يمشي مع أدفايس نص من إنه يفقد الثقة في أبوه أو في أمه. فأحيانا الكبار بيبقوا شايفين عيالهم ما ينفعوش أب وأم، فعاوزين يمشوا هم المبادئ والرأي اللي عندهم. الخسارة أكبر هنا، لأن الطفل لو لقى جده بيقول حاجة وباباه بيقول حاجة هو هيعمل حاجة تانية. وغالبا حاجة غلط. فلازم تيجي على نفسك وتسكت. دول مش ولادك، دول أحفادك. أحفادك تدلعهم وتحبهم بس مش أنت اللي بتربي. إلا لو هم رموا لك العيل وقالوا لك ربي، ده موضوع تاني. الحاجة الثانية، النصيحة الثانية، أرجوكم ما تميزوش. لأنه أحيانا الأب والأم يكونوا واعيين وبيتعاملوا العيال زي بعض. يجي جد يخرب الدنيا. يكون البكر عنده الحفيد الأول ده أهم واحد. فيجيب صغر نفس لكل إخواته. ويطلع بقى إيه؟ بقية الإخوات اللي هم الجراند كيدز يعني تعبانين نفسيا. عشان جده عمال يقول أصل فلان أصل علان، خطر جدا. حتى لو ليك ميل شخصي الطفل ما تبينوش. لازم تبقى مراعي إن كلهم حساسين وأنت بالنسبة لهم حاجة مهمة، لازم تحبهم كلهم زي بعض. ما تنسوش إن دي غلطة كبيرة قوي في تاريخ العهد القديم. أبونا يعقوب بسبب موت رحيل ميز يوسف. دلع يوسف زيادة. الحقيقة جابت مصايب. خلت إخوات يوسف يكرهوه وكان اعتبروه ميت وعاش مأساة طويلة جدا بدأها بغلطة صغيرة. الجلابية الملونة. جابت مشاكل ضخمة جدا. هو لو كان واخد باله إنه حتى لو في حادثة رحيل دي الولد ده محروم من الأم، هو معاه حجته، معاه الإكسكيوز بتاعه إن يوسف هو الوحيد اللي فقد أمه.
فكان عاوز يعوضه. ما كانش ينفع يعوضه قدام اخواته، كان يعوضه في الدار كده بينه وبينه، لكن قدام اخواته تعامل زيه زي اخواته، والا وصل للمشكله. Why did God not forgive Adam and Eve? God forgave Adam and Eve from the first minute. But the problem was not in the forgiveness. The problem was related to the corruption. Again, Adam and Eve had done a big sin. God gave them the punishment, but He forgave them and He covered them at this minute with the جلد الحيوانات أو مصر الجلد to prove that He is forgiving. And He planned, according to His foreknowledge, that He will cover the sins with His blood. So the attitude of forgiveness was there. يعني ربنا من الأول مسامحهم يعني إيه؟ هو مسؤول عن عملتهم، هو اعتبر نفسه هو اللي هيصلح العمل. فقضية الغفران مش هي المشكلة. القضية الأخطر، وده كلام أثناسيوس الرسولي، قضية الكوربشن. أحكي لكم كتشبيه عشان تفهموا. تصوروا معايا أنت أب وعندك ولد شقي، وبتقول له يا حبيبي الطبق ده الأكل فيه باظ، لو كلت منه هيجيلك هتتسمم، هيجيلك تسمم وهتروح المستشفى. قام الولد سهاك وكل. انت طلعت من الاوضه، يا ابني انت كلت، ليه عملت كده؟ فقال لك طب سوري، او قعد يعيط بطنه وجعان. تعمل ايه؟ تاخده في حضنك وتقول له طب خلاص، بس هي مش خلاص. هي دي مشكله دلوقتي، فهمتوا؟ يعني كأب اوكي مسامح، بس دي القضيه دلوقتي. القضيه الواد بيموت. فهمتوا الفكره؟ القضيه دلوقتي في كوربشن حصل، في بويزن حصل، فلازم تتصرف. لكن مش ما بقتش انت زعلان منه، خلاص زعلان منه دي مش موضوعنا دلوقتي. You can easily forgive لأن ده ابنك، واضحة؟ ف God is always forgiving, but the problem was related to the corruption, and this corruption needed His redemption. He became man to redeem us, to save us. من الcorruption والهلاك اللي حصل. لكن هم مع أي واحد بيقول له سوري يا رب بيسامح، وفي أطيب من ربنا. عشوري كلها أنا وجوزي على عائلات محتاجة، هل ربنا يقبل عشورنا بدون إعطاء الكنيسة؟ أقول رأيي يعني، والآباء يعني يحلوني. العشور هي الحد الأدنى، مفروض ربنا يديكم تعلوا عن العشور. إحنا ربنا فتح علينا بعضكم على الأقل، ما تفضلش طول عمرك عند بند العشور بس. ليه؟ أنت كان ممكن تبقى فقير في قرية في مصر، ربنا سمح لك إنك تنجح، يبقى عندك عربية وعندك بيت وتاكل لقمة حلوة، في زيك ربنا اختار له ظروف قاسية جدا. إن ما كنتش تحس بيه وتخاف عليه أنت مش هتوصل السما. الفقير خلاصه أسهل من الغني. الفقير لما يشكر ربنا على الولد يدخل السما. الغني لما كانش يخدم ويبقى متواضع ويشكر كتير ويحارب الكبرياء مش هيدخل السما. عشان كده المسيح قال ما أعصر دخول الأغنياء. يعني الفرصة للفقير أسهل. أي فقير شاكر راضي بحاله زي العازر في قصة الغني والعازر داخل السما. إنما الهم والباقي على الغني اللي لازم يدور على العازر، لأن على حس العازر هيدخل السما. فأول حاجة يا ريتكم تزودوا على العشور عموما. تاني حاجة العشور لأي عمل خير، لأي عمل رحمة بداية من الكنيسة. الكنيسة محتاجة، لكن كمان لو تعرف ناس فقراء ومالك. بس خلي بالكم أحيانا أنت ما تبقاش عارف الفقير ده المصادر اللي داخله الدخل منها ازاي. يعني عندنا مشكلة في مصر إن في فقراء بتلف على الكنيسة، فتلاقي أنت مش عارف هو لف على كذا كنيسة، هو مبقاش فقير، هو غني.
واحنا مش دريانين. فبنقول للناس يا جماعه بلاش تدوا لكل واحد يسالكم لان ده بيفسدهم. ادوا لابونا بتاع القريه او ادرسوا مع ابونا الكيس عشان نحط القرش في مطرحه بدل ما يأذي صاحبه. احيانا لما بتدفع عمياني كده لاي عيله انت مش عارف الفلوس رايحه فين وعايشين ازاي. عشان كده بنقول يفضل ان يبقى في ايد حكيمه بتتعامل مع المشكله. من هنا نقول يفضل انها تكون من خلال الكنيسه او الهيئه او الخدمه اللي بتتعامل مع الفقراء عشان يبقى تحت عينهم الصرف. لكن العشور تتحط في اي خير. ساعات خادم يكون بيخدم مدارس الاحد يصرف من عشوره على خدمته مش حاجه. ليه لا؟ ومالك؟ كل حاجه طالعه خدمه ربنا مقبوله عند ربنا. ما رايك في ظاهره انتشار الترانيم غير الارثوذكسيه؟ اين الالحان والمدائح؟ يا رب اصبر انا هقول وايه؟ خايف اترجم. اقول رايي وايه عشان اعرف. بصوا يا جماعه في رايين تو اكستريمز في الموضوع. في راي مش عاوزنا نقول غير ان فاتينا دعاء. وطبعا الشباب بقى بالسلامه كده ما حدش يدخل الكنيسه والعيال اللي طالعه بتطفش لان الحقيقه النغمه دي عهد قديم يعني اقصد النغمه دي مش ما تنفعش كل الناس. بالذات بقى لو اللي ماسك المايك وبيرتل يعني ما عندوش اعتبار للوقت ولا الموسيقى فتلاقيه ايه يعني الكلمه بتطلع لوحدها في 5 دقائق. ده تعذيب للبشر يعني. محدش قال انه الترتيله ليها حاجه محدده. الترتيله دي تعبير حب في الصلاه. والمزامير في اصلها كانت ترتيله، كانت موسيقى ترنم. فاحنا عندنا 150 معزوفه في الكتاب مقطوعه موسيقيه والات موسيقيه متعدده. ما نقدرش نتجاهل الحقيقه دي. وداود ده كان فنان وطلعوا على حسه فنانين بقوا يبتكروا. مش داود بس اللي حط قطع زي كده. اذا الكتاب بيحترم الموسيقى وبيحترم الابداع وبيحطه ضمن سياق الصلاه. النهارده احنا في جيل مختلف. ما بيقدروش على الحاجات البطيئه او الحاجات الطويله. طيب انا عاوز الولاد في الكنيسه ولا عاوز اقول اللحن؟ لازم اراجع موقفي. انا عاوز ايه؟ لو عاوز اقول لحن بمزاج هفقد الناس. المسيح عاملني انا هنا ايه؟ سايبني في الكنيسه ليه؟ عشان النفوس تخلص. مش عشان مجرد اقول ترتيل. مش الهدف في ذاته اللحن، اللحن مش هدف ولا الترتيل هدف. ليس لنا هدف الا خلاص النفوس. ما عندناش هدف غير كده. الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. بس احنا عارفين كمان عشان بس ايه اكمل الصوره. ان لو انا تنازلت زياده ايه اللي بيحصل؟ بخبره ان احنا نتفرج على كنائس اخرى في العالم تنازلت زياده كل التراث اختفى، كل الغنى راح، الحكايه بقت سطحيه قوي. فالعيال حتى لما دخلت طلعت تاني بعد شويه لان ما بقاش في حاجه دسمه. فاصبحت انا عندي معادله صعبه. عاوز احافظ على الغنى اللي استلمته في 2000 سنه. غنى الفكر وغنى اللحن وغنى العباده وغنى البصخه وغنى كياه غنى. في نفس الوقت انا عندي نص الشباب عاوز اشتريهم، عاوز الحقهم لان رجل جوه ورجل بره. لازم بقى اكيف نفسي. انا عاوز احافظ على التراث وعاوز اكسب الشباب. يبقى لازم اعتدال. لازم افكر ايه المناسب. ولو حطيت حاجه ما احطش 100 حاجه. فما ينفعش تقول الترانيم ما فيش غير المدايح والالحان. لا. الحقيقه المبدا ده مش صح. لازم نبتكر ترانيم جديده كل يوم. ولازم تبقى بالموسيقى. ولازم اللي يقولها يكون ظابط اللحن. ولازم تكون معبره عن مشاعر الناس.
ولازم كل الشعب يعرف يشترك فيها. دي فاكتورز أساسية في أي ترتيب. ما عندناش السولو في الفكر الأرثوذكسي، ما عندناش السولو اللي هو الاستعراض. احنا ترتيب يعني كل الشعب يقول، حلاوتها كده ان كل الشعب يشارك. احنا مش بنتعاجب بالصوت. طبعا في قطع ممكن تتقال سولو، لكن الاساس كده المرد اللي هو كل الناس بترد فيه. كمان الترتيب لازم نحمل فكر سليم، وهنا دي مشكله ان بعض التراتيب الجديده فيها افكار غير سليمه. ساعات الشاب مش فاهم العقيده قوي، فعجباه الموسيقى فقعد يقول الكلام. وطبعا احنا بخبره ال2000 سنه جربنا أريوس كان خبيث لانه خطيب وشاعر، حط افكاره في شعر وعملوا تراتيب وبقت الناس تقوله، فبقت بتشرب السم في الاكل لان هم بيقولوا كلام مش واخدين بالهم ان في غلط. فأنكيرونوس الكبير من اشهر الناس في الزمن ده رد عليه بالسيروتوكيات بقطع مرنمه فيها فكر مظبوط عشان يحمي الناس، ان الناس تعرف تحفظ الترتيله اسهل من الايه. الناس تضبط الترتيله وتفضل تزن فيها، يمكن الايه ينسوها. فابتدينا طلعت بقى السيروتوكيات والابصاريات وكل الحاجات اللي فيها فكر المسيحي مظبوط. برضه النهارده المفروض تفرز لو في ترتيله جديده، شوف الكلام وشوف النغمه. هل النغمه راقصه تبقى مش بتاعتنا، ولا النغمه عصريه معاصره لكن تسمح بالصلاه؟ يعني في نغمه تحس وانت بتسمعها تعرف تصلي معاها حتى لو نغمه جديده. يعني ايه؟ ما هياش من النغمات القديمه. نفس الوقت الكلام ماشي مع الفكر. يعني اديكم انديكيتور واحد كده. ترتيبه غير الارثوذكسيه فيها نوع من الافتخار. عادة انا بقيت، انا خلصت، انا السماء مستنياني، انا المسيح حبيبي وبتاعي، انا فيها انا كتير. النغمه دي الفكره دي طبعا عقيديا فيها حته نقص. ليه؟ لانها بتغذي الجانب الذاتي. احنا عندنا حرص شديد كأرثوذكس في الحته دي. احنا نحب قوي التواضع في صلواتنا وتفكيرنا. فتلاقي قبل تراتيلنا فيها روح التوبه، ريحه التوبه قبل تراتيلنا كده. ارحمني يا رب، بحبك يا رب، ساعدني يا رب، قويني. النغمه دي لان هو ده الفكر السليم الكتابي الابائي الارثوذكسي اللي فيه اساسا التواضع هو الخط الاساسي في العباده. في تسبيح وفي شكر لله، لكن دايما حاسس اني صغير، مش حاسس اني كبير. انا وربنا بس، لا، انت ما ينفعش تدخل السماء من غير اخوك، ما ينفعش. فتلاحظوا حتى في الالحان القبطيه كلها يعني 90% او اكثر تلاقوا الكلمات تاخد صفه اللحن. بجماعة والدة يا رب أنعم لنا، مفيش أنعم لي، أنعم لنا. أي ترتيب أنت أمين بموتك يا رب، نبشر مش أبشر. ليه؟ لأن اللحن بيغذي انتمائي للكنيسة وإحساسي بالآخر، وإن أنا عضو في جسد، أنا عضو في تيم. إحنا كتيم هنكسب، إحنا ككنيسة هندخل السبب، مش أنا لوحدي. الفكر الغربي ما فيهوش الكنيسة، ما فيهوش الكهنوت، ما فيهوش الأسرار، ما فيهوش العضوية بالمعنى دي. فالفكر الغربي يميل أنا بس، فتلاقي كل كلام I and you. طبعا دي حتة خطر، الواحد يفرز يقعد يختار. لا، الترتيبة دي أيوة فيها توبة وفيها إحساس بالله، وما تدلليش على الأقل فكر الكنيسة. ربنا يدي حكمة، لكن اختيار الترتيب عموما عاوز إفراز. لكن لازم نشجع أولادنا يكتبوا ويلحنوا ويرتبوا عشان نطلع إنتاج جديد، بدل ما نقعد نشكي إن في تراتيب غريبة داخل. طب ما نطلع إحنا تراتيب. جوزي متسلط وبينفذ رأيه في كل شيء،
في قرارات هامة زي شراء بيت ولا أتحمل سيطرته. بصوا يا أحبائي، اللي مش عارفين نحله بالكلام نحله بالصلاة. أنت تثقي إن ربنا يقدر يغير دماغ جوزك ولا فقدت الإيمان بدي؟ أيوة جوزك صعب وراسه ناشف، بس فوق العالي عاليا. هو إذا كان هو يعني عالي أوي، في اللي أعلى منه يعني، مش عشان يهده، لا، عشان يغير دماغه. الزوجة المسيحية المتواضعة تقول له يا رب احترت مع الراجل ده ما بيسمعنيش، ممكن أنت تكلمه؟ توصي ربنا عليها. وبعدين الزوجة الوديعة، ما تسمعوش الحتة دي الرجالة، الزوجة الوديعة تخلي جوزها يقول اللي هي عاوزاه، توصله كده. لو هي حكيمة ما تسمعه، لو هي حكيمة ووديعة تعرف توصله للرأي اللي هي نفسها. لأن الرجالة غلابة صدقوني، الرجالة بيعملوا فيها كده بس ربنا يدي حكمة، لكن ما تقعديش تعترضي وخلاص، لأن في الآخر سلام البيت أهم من القرار. سلام أي بيت أهم من سلامة القرار. قرار يمين قرار شمال، المهم المركب تمشي. نحافظ على البيت وسلامه أهم من صرفنا قد إيه وفي إيه. حتى لو الصرف مش عاجبك كفاية نعيش في سلام، ده أهم. علمنا سيدنا أبو موسى مبدأ شبه كده، يقول سلام الخدمة أهم من الخدمة. يعني فكرة جديدة في الخدمة، بس هتزعل كاهن زميلي أو هتزعل خادم، بلاش. دي فكرة حلوة وهديها لك، معلش بلاش عشان ما نزعلش. خلينا في سلام أحسن من الفكرة الجديدة. وهكذا نفس المبدأ، سلام البيت أهم من سلامة القرار نفسه. أنا تعبان من 3 سنين هنا والدنيا صعبة، وعندي 3 ولاد. ربنا مش عاوز يسمع، ربنا بيسمع بس أنت مش واخد بالك. بصوا يا أحبائي، هي هنا تعب وهناك تعب. محدش يفتكر إن في حتة ما فيهاش تعب. في العالم سيكون لكم مصر، استراليا، أمريكا، هو عالم في الآخر، وبالتالي ما حدش يقدر يزود من الآيات. في العالم سيكون لكم الضيق ده أشكال والوان، ضيق الفقر، ضيق المرض، ضيق المشاكل، ضيق الاضطهاد، ضيق ظلم، بس طبيعي هنعيش متضايق. إنما لما تكون عندك ثقة في بلاد العالم ومركز في المسيح، هتلاقي أي ضيقة تكون وأي مشكلة تتشال. فاللي مركز مع ربنا عارف يعيش في مصر ولا في استراليا. اللي مش مركز في ربنا لا عارف يعيش في مصر ولا في استراليا. عنده شغل عارف يعيش، ما عندوش شغل عارف يعيش. المهم ربنا. فحط همك في ربنا هتلاقي الدنيا الشيلة خفت شوية. If God knows what's going to happen to us, why does God not stop the bad things to happen to us? As God has come down, sacrificed His life for us on the cross of Calvary. Actually, there is no bad things happening. Our God is God of the good. God is always good. God never do bad to anyone. لما نفكر احنا بنقول فلنشكر صانع الخيرات، ما عندوش صانع الشر. طب جالك حادث، جالك مرض، جالك ظلم، خيرات؟ ايوه خيرات. خيرات بس انت مش واخد بالك. خيرات مش معناها راحه. خيرات مش معناها غنى. خيرات معناها حاجه في سكه السماء. فيجوز الضيقه دي او الظلم او الفقر او المرض او الحادثه جزء من خطه خلاصك، يبقى صانع خيرات برضه. ربنا لو منع عننا، القديس بطرس قال كده، قال الله لو منع الضيقات على الناس لما خلص احد. قال ربنا لو منع الضيق عن الناس ما حدش كان يدخل السماء.
ده نفس التعبير اللي قاله القديس بولس لما قال بضيقات كثيرة إيه؟ ينبغي أن يدخل بقى القدس. فما حدش يستحمل الضيقات لأن في الآخر ربنا يعني عارف بيعمل إيه بالناس. ممكن نقول ترتيل عشان نرجع التركيز.